قد تظنها قصة خيالية، لكنها حقيقية تماما. في الصين هناك رجل يمتلك متجرا صغيرا، وكان يحتاج دائما إلى معدات تسويقية من المتاجر المجاورة، لكن بسبب انشغاله المستمر لم يكن يستطيع الذهاب بنفسه، فابتكر فكرة عبقرية أرسل بدلا منه كلبه الوفي. نعم، هذا الكلب لا يحمل فقط النقود، بل يقود عربة خشبية صغيرة، ومعه جهاز اتصال لاسلكي ليتواصل مع صاحبه أثناء المهمة. يصل الكلب إلى المتجر، فيفتح صاحب المتجر الخط، ويسمع صوت الرجل من الجهاز يخبره بما يحتاجه، وبكل هدوء ينتظر الكلب حتى تجهز البضائع، ثم يعود بها إلى المنزل دون أن يخطئ الطريق أو يضيع شيئا. مشهد مذهل يجمع بين الذكاء والولاء والانضباط. هذا ليس مجرد كلب، بل موظف مثالي يعرف واجبه تماما. قل لي بصراحة، كم نجمة يستحق هذا الكلب الذكي من 1 إلى 10؟ واكتب في التعليقات، لو كان عندك كلب مثله، هل كنت ستثق به بهذه الدرجة؟